السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل غدا سهل وسريع. هنعمل بانيه، هنتبله مع بعض وهنحمره في الزيت. ونعمل كمان مكرونة جميلة خالص، دي المكرونة الصوصات. ونعمل كمان شوية بطاطس شيبسي. غدا سهل وسريع كده. تابعوا معايا الفيديو الاخر ان شاء الله يعجبكم. متنسوش باللايك وتفعيل زر الجرس واشتراك في قناة اكل زمان في مطبخ ايمان عشان يوصلكم كل جديد. يلا نقول نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. معايا نص كيلو من البانيه، ومعايا بيضه حطيت عليها شويه من اللبن، ومعايا ملح وفلفل وشويه شطه معلقه صغيره من الكركم، ومعايا كمان بصلايه مبشوره. تمام. هجيب بقى الطبق اللي انا هنتبل فيه. هنحط البصلايه المبشوره بميتها بكل حاجه في الطبق ده بالشكل ده. وكمان هحط كمان البيضه، وهحط كمان شويه من اللبن والتوابل. حطيت الملح وفلفل اسود ومعلقه صغيره من الكركم، وحطيت كمان الشطه. عايزه تحطي مرقه دجاج حطي، عايزه تحطي توم بودره بصل بودره الكلام ده كله حطيه، بيبقى جميل قوي. تمام. وقلبتها بقى كده بالشكل ده. تقلبيها، اهم حاجه تقلبيها كويس جدا، يكون البانيه كله اتغطى بالتتبيله الحلوه بتاعتنا دي. هسيبها بقى في التلاجة شويه لحد ما انت تاخد تدي كده مع نفسها، ممكن ساعتين كده 3 ساعات. ومعايا هنا بقى نص كيلو مكرونه وريتها لكم بالشكل ده، مكرونه الصوصات دي. ومعايا كمان البقسماط الناعم ده، بشتريه من عند العطار. دول عباره عن نص كيلو بالشكل ده كده وبنستخدمه. تمام. هي دي كل حاجتنا اللي احنا نعملها. سبت طبعا البانيه تتبل جدا كويس حلو قوي. جبت البقسماط، بحط على البقسماط ملح وفلفل اسود، وطبعا ممكن احط عليه توابل، وكمان بحط عليه معلقتين من النشا بالشكل ده. انا بطلع البانيه على البقسماط على طول، ما بحطلهوش من دقيق، ومن دقيق على بيض، ومن بيض البقسماط لا، بطلع من التتبيله بتاعته على البقسماط على طول. هو كده كده فيه البيضايه. عايز تستغني عن البيضايه استغني عن البيضايه تماما، ساعات بعملها من غير البيضايه على فكره. تمام بالشكل ده كده. اهم حاجه بتغلفي البانيه كويس، وبتتك عليها تضغطي عليها وش وظهر عشان يبقى متبل بالشكل، يبقى الكفر بتاعه حلو قوي كده. وكمان قطعت بطاطس شيبسي بالشكل الجميل بتاعنا ده. جبت بقى حله كده على النار، حطيت فيها ميه. اول ما غليت نزلت بقى طبعا بالمكرونه استوت. بردتها طبعا بشويه ميه ساقعين، وحطيتها في المصفى، وحطيت عليها شويه من الزيت. وجبت بقى كيس من الصلصه، مش عارفه الحته دي نسيت اصورها ازاي، معلش بس انا بشرحها لكم. اول ما حطيت معلقه من السمنه، وبعدين نزلت بكيس من الصلصه. اول ما استبك شويه كويس قوي كده، نزلت بقى بالملح والفلفل الاسود، وكمان نزلت كمان بشويه من الشطه ومعلقه صغيره من البابريكا. تمام بالشكل ده كده. وهي المكرونه بتاعتنا بعد ما استوت كويس، المكرونه الصوصه طبعا اي نوع مكرونه انت حباه. هنزلها بقى كده بالشكل ده واديها تقلبتين. وفي الطاسه التانية انا بحمر البطاطس. طبعا بتنزلي البطاطس الشيبسي الاول تحمريها، وبعد ما تحمري البطاطس الشيبسي بتحمري البانيه واحده واحده. تمام بالشكل ده كده. وبكده يبقى وصلنا لاخر الفيديو. عملنا الغدا الجميل مكرونه بالطماطم، وحمرنا كمان البانيه بتاعنا الدهبي القمر ده، والكفر هو الناشف الجميل ده بتاعنا، وكمان بطاطس الشيبسي الجميله دي كده. وصلت اخر الفيديو. متنسوش بقى بلايك وتفعيل زر الجرس، اشتراك في قناه اكل زمان في مطبخ ايمان، ودعوه حلوه وكومنت حلو منكم، وتعليقات كده حلوه منكم، وبحبكم قوي. لو عايزين اي وصفه تانية سريعه اكتبها لي في الكومنتات وانا اعملها لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.